داخل القلعة كده وجولة سياحية قدام المتحف الحربي القومي، وحاجة كده عظمة تسجل يعني تاريخ وعظمة الانتصارات المصرية في الحروب من بداية أسرة محمد علي وحتى عصرنا هذا. احنا داخلين دلوقتي طريق اليمين من عند سور القلعة عشان نشوف شيء آخر، something else. تعالوا معانا كده، خليكم معانا. احنا كده دخلنا يمين من عند المتحف الحربي، في أول شمال هنبص نلاقي عندنا أو قدامنا أحد أجمل عناصر العمارة العثمانية في مصر، وهو يعتبر أقدم مثال للعمارة العثمانية في مصر، جامع سارية الجبل. وبترجع أهمية الجامع الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا إلى أنه بيعتبر أول نموذج للمساجد في العصر العثماني في مصر، وبيتميز كمان إن المأذنة بتاعته على شكل القلم الرصاص، وكان في هدف لبناء المأذنة على شكل القلم الرصاص إن هي تكون عندها قدرة على تحمل العوامل الجوية، وفي نفس الوقت ما تجمعش فيها المياه من الداخل، فتقدر إن هي تعيش لفترة أطول. الجامع طبعا بينقسم من الداخل إلى جزئين. الجزئين عبارة عن قبة مركزية بتحاط بأنصاف قباب إلى جانب قباب مستديرة صغيرة، والجزء الثاني بيتمثل في صحن المسجد أو في صحن الجامع، واللي بيحاط أيضا بأنصاف قباب محمولة على عقود أو محمولة على arches، تمام، ومجموعة من الأعمدة. الجامع بيعتبر تحفة معمارية خالصة. وطبعا الجامع لما بنتكلم عن بداية الفن في العصر العثماني، فاحنا بنتكلم عن تحفة معمارية يونيك، يعني ملهاش مثيل. أهمية الجامع بتكمن أيضا في أنه تم إنشاؤه سنة 1529 على يد أحد الولاة، ويعرف باسم سليمان باشا الخادم. القصة انه مش ده ما كانش اول تاريخ لانشاء هذا الجامع، هو انشئ على ضريح يقدمه او يعني يسبقه في التاريخ، يرجع للعصر الفاطمي، يخص والي فاطمي يعرف باسم ابي المنصور قشطة، وهو كان الوالي على الاسكندرية. ونخلي بالنا لان في بعض المراجع بتكتبه ابو المنصور قسطة. يوجد ليه ضريح في الجزء الشمالي الشرقي للجامع، والضريح يعني محفور في قلب الجبل، ويعتبر بمثابة أقدم جزء داخل هذا الجامع. يعرف أيضا الجامع باسم سارية الجبل. قصة سارية الجبل دي احنا كلنا عارفينها، وهي القصة اللي دارت بين سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيخطب في مكة، وأحد الصحابة أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان بيقوم بأحد الفتوحات في بلاد فارس، فوجد أو رأى عمر بن الخطاب أن الأعداء يجهشون عليه، فقال له: يا سارية الجبل الجبل، يعني اختبئ ورا الجبل. القصة طبعا احنا عارفينها، لكن اسم الجامع نفسه باسم سارية الجبل مفيش أي دليل يوحي إن في علاقة بين هذا الاسم وبين اسم الجامع. طب إيه القصة؟ القلعة نفسها كانت تعرف باسم قلعة الجبل، فكان بيتم تدريب الجنود الانكشارية أمام هذا الجامع في الساحة اللي موجودة أمامه، وكان موجود قدامها سارية بيحمل عليها علم مرتفع جدا، فكان اللي بيطلع كان بيقول: أنا طالع عند سارية الجبل، يعني عند الجامع اللي قدامه السارية بتاعة الجبل، فمن ذلك عرف باسم سارية الجبل. طبعا قصة سارية الجبل هي تعتبر قصة حقيقية بتشير إلى التخاطر في الإسلام، إلا إنها إلى حد كبير ملهاش علاقة بالجامع. الجامع زي ما احنا شايفين في ضريح من الداخل، وفي مجموعة أضرحة أخرى إلى جواره، هي أضرحة الضباط أو العسكر الإنكشارية، تم دفنهم لكن مع الأسف مفيش ما يبين أسمائهم. الجامع تحفة معمارية لا مثيل لها. يوجد بيه زي ما احنا شايفين منبر كان مفصص، كان مكسر، تم تجميعه زيه زي البازلز بالظبط عشان خاطر يتم عمل الترميم ليه. برضو في محراب رائع، المحراب عبارة عن
قطع رخامية معشقة إلى جوار بعضها، وكمان في مجموعة من الشبابيك اللي تم إضافتها في عصور سابقة أو في عصور لاحقة، زي الشباك اللي احنا شايفينه قدامنا اللي بيرجع لعهد الملك فاروق. الجامع تحفة معمارية، تم تزيينه بالعناصر الزخرفية النباتية والعناصر الزخرفية الهندسية والكتابات الكوفية. أشكركم.